سلام، معكم نورس كيتشن. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشاركوا فيها وتضغطوا على الزر باش يوصلكم جديد ديال الوصفات. اليوم جبت لكم كيكه ديال العيد كتجي خطيره مبدله على اللي تعودنا عليه، بون موس بلا جيلاتين بلا عدب بلا تماره كيف ما كنقول لكم ديما. واهم حاجه هي ان المذاق حاضر وبقوه، كتجي كتذوب في الفم ذوبان. تبعوا معايا طريقه التحضير. اول حاجه غنحتاجوا ليها اللي هي الحليب. بالنسبه للمقادير غادي تلقاوهم كلهم في صندوق الوصف. هنا احتاجينا تقريبا واحد 300 مليلتر ديال الحليب وساشي ديال الفلان. هذا اللي وريتكم، هذا الكبير كنديروه وكنحاولوا نخلطوا مزيان الحليب مع الفلان حتى كيندمجوا مزيان. من بعد كنديروهم فوق البوطه اللي تكون بوطه عافيه قليله حتى كيبان لكم باللي بدا كيغلى بحال هكا. غير كيولي معكم بهذا الشكل كناخذوه وكنضيفوا ليه 50 غرام ديال الشوكولا اللي تكون نوعيه جيده، تكون فيها 70% ديال الكاكاو باش تكون المذاق ديالها زوين. من بعد كناخذوا هذا الخليط. الشوكولا راه ما كنضيفوش عليه هو كاين فوق البوطه، حتى كنحيدوه عاد كنضيفوا عليه. من بعد كنفرغوا الخليط وكنخليوه، كنديروا ليه ضروري فيلم اليمونتير وكنخليوه حتى وكان كيبرد عاد باش كنجبدوه. كندوزو نحضروا في هذا الوقت الكيك ديالنا اللي كنحتاجوا فيه بيضه واحده اللي تكونوا جبدتوها من قبل. كنضيفوا ليها شي شويه ديال الملح غير باش نصحوا الذوق. من بعد كنضيفوا لينا ساشي سكر فانيي ولا سكر الفانيلا، غير ساشي واحد. ومن بعد كنبداو نخلطوا مزيان هاد المكونات حتى كتبدا تندمج مع بعضياتها مزيان وما كيبقاش هذاك السكر باين معنا. من بعد كنضيفوا لينا الزيت وكنضيفوا كاس ديال الحليب. الا ما كانش حليب عوضوه باللبن حتى هو كيجي مزيان. انا هنا كيبقى اختياري، درت هنا كابوتشينو. الا كان متوفر كيعطي مذاق زوين، ما كانش متوفر تقدروا تستغناو عليه. درت معلقه صغيره اللي تكون بومبي. ومن بعد ضفت لي هنا السكر، تقريبا نص كاس ديال السكر سنيده. وكنضيفوا 2 ساشي ديال الكاكاو، كاكاو المر. هاد الكيك ساهل ما فيهش حتى شي حاجه اللي متوفراش عندنا. وهنا ضفت خماره وحده ديال الحلوه. ومن بعد كنبداو نخلطوا كل شيء مع بعضياته حتى كل شيء كيتخلط لينا مزيان وكينسجم مع بعضياته، وكاع هذاك الشيء اللي حبيبات ما كتبقاش كتذوب في الخليط. ضروري من هذه المرحله نحاولوا حتى نذوبوا كل شيء. من بعد كنضيفوا لنا الدقيق تدريجيا. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب نوعيه الدقيق. بالنسبه لي انا خدت تقريبا كاس ونص، تقدر تاخذ لكم حتى 2 كيسان لاروب، كيبقى على حسب الدقيق. المهم هو انكم تحصلوا على نفس القوام ديال الخليط اللي عندي انا. هانتوما غادي تشوفوه كيفاش داير، راه ما كيجيش ثقيل بزاف وما كيجيش خفيف بزاف. هنا انا جاني مازال خفيف وزدت ليه نص كاس ديال الدقيق باش غادي نحصلوا على القوام اللي قلت لكم عليه. ضروري ما تجربوا هذا الكيك، ما فيش تماره وكيجي خطير وبنين، فريمون تيجي رائع. هذا هو القوام اللي غادي نحصلوا عليه. راه كيبان لكم خفيف، ما خفيفش بزاف وما ثقيلش بزاف. تناخذوا مول اللي غادي ندخلوه للفرن اللي كنكونوا دهنا قبل بالزبده وكنكونوا رشيناه بالدقيق. وكنبداو نفرغوا هذاك الخليط فيه. بالنسبه للفران كنكونوا سخناه قبل على 180 درجه، ما تياخذش الوقت بزاف في الطياب، تقريبا واحد 30 دقيقه. غير كنخرجوه من الفرن ضروري ما نسقيوه بكاس فيه القهوه. كاس كنحاولوا نسقيوه مزيان باش كيجي مشرب معكم وما كيجيش تاكلو كيك ناشف. وتكوه مره باش هكا يتشرب مزيان، ما يبقاش هذاك الشيء غير في الفوق. من بعد ما كنديروه نديروا القهوه وكنسقيو بها، كنخليوه على جنب حتى كيبرد. وكنرجعوا الخليط ديالنا ديال الفلان بعد ما كيكون برد. كتشوفوا معايا كيفاش كيولي. وكنضيفوا له من بعد ساشي ديال كريم شانتي، راه كتكون متوفره في جميع المحلات.
كنضيفوها عليه وكنضيفو الحليب. وكنبداو نخلطوا كلشي مع بعضياتو. تقدروا ديروا الباتور الكتريك ولا ديروا بحال انا البيتران درت. وكتردوا البال باللي كتبقى هذيك لاموس غدا وكتضاعف حتى كنحصلوا عليها بكميه وفيره. ديك الساعات كناخذوها وكنفرغوها على الكيك ديالنا. كيبان لكم الوجه ديال الكيك راه بدا كيشرب القهوه. ضروري ما تسقيوه مزيان بالقهوه، انا كنأكد عليها باش ما يجيكمش ناشف ويجيكم الكيك زوين. كنفرغوا هذيك لاموس. عرفتوا هاد لاموس شحال كتجي خطيره، انا بلا ما نقول لكم كتجي رائعه. كنبداو نيطاليوها على الوجه ديال الكيك وكنحاولوا غير نقادوه. كنقادوه كندخلوه الثلاجه. ضروري ما تخليوه على الاقل واحد 3 سوايع 4 سوايع. وكندوزو نحضر لينا طبقه اللي غادي نزينو من الفوق. هنا انا درت الحليب ودرت تقريبا نص كاس ديال الحليب مع 100 غرام ديال الشكلاط اللي يكون نوعيه جيده، شوكولا اللي تكون شوكولا نواخ، شوكولاته سوداء اللي تكون نسبه الكاكاو فيها عاليه باش يجي المذاق ديالكم زوين. تقدروا تكتفيو غير بيه بحال هكا. انا فضلت انني نزيد ليه لي زاموند كونكاسي ولا اللوز مهرمش. تقدروا تستغناو عليه كيف ما تقدروا ديروا لي زاموند ديفيلي اللي توفر عندكم. وكتخلطوه ملي كديروهم كيعطيو منظر زوين. كنخليوهم على جنب حتى كيبردوا. ضروري ما يبردوا باش ما يذوبوش لينا ديك لاموس ديالنا ويذوبوا داك الكيك. غير كتبان لكم عقدت شويه وبرد داك الخليط. هانتوما كتشوفوا كيفاش ولا. من بعد عاد باش كنفرغوه على الوجه ديال الكيك ديالنا. صافي هكا كيكون الكيك ديالنا موجود. كنحاولوا غير نقادوه. حاولوا انكم ما ديروش سباتول ولا هذا، غير حركوا المول بهذا الشكل اللي كنوريكم. غادي تقاد لا سيرفاس باش ما يبقاوش هذوك لي طراس. راه كيجي انغو خطير، غير جربوه. كيجي كيك مبدل على لي كيك اللي تعودنا عليهم. كنبدلوه سورتو دابا مع الصيف. كنخليوها في الثلاجه كتبرد كتشد راسها وكنحصلوا عليها بهذا الشكل. انا مازال زربت عليها ما خليتهاش تشد راسها مزيان. ماشي باش كيبان لكم باللي راه لاكوش فوقانيه نازله. جربوه راه فريمون خطير. كيجي كيدوب كيجي بنين. كيجي ما هو كلاص ما هو كيك ما فريمون كيجي رائع. تقدروا حاجه واحده اخرى تبدلوا الطبقه ديال الكيك ديروا فيها بسكوي حتى هو يجي بحال ان تشيز كيك مي عاود بالكيك حتى هو كيجي مذاق خطير. كان فريمون كنشجعكم انكم تجربوه راه غادي يعجبكم. غادي نوريكم هنايا انا قطعت. شوفوا كيفاش كينزل كيدوب ذوبان. كتجي ديك لاموس خطيره رائعه. غير جربوا هاد لو كيك ما غاديش تندموا عليه. وردوا عليا الخبر، خليوا لي كومونتير ديالكم وقولوا لي كيفاش جاتكم الوصفه. واللي جربها يقول لي كيفاش جاتو. ما غتندموش عليها. بالصحه والراحه. مبروك عيدكم.